السلام عليكم. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة كود بالعقل. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن البرمجة وعرفناها بشكل بسيط ومبسط وليه اخترنا بايثون كبداية. النهاردة هنتكلم عن نقطة مهمة جدا ودي اللي بتوضح الفرق بين المبرمج اللي فاهم والمبرمج اللي بيكتب كود وخلاص. أول حاجة لازم نفهمها إن الكمبيوتر ما بيفهمش لغات البرمجة بشكل مباشر. الكمبيوتر في الأساس بيفهم حاجة واحدة بس وهي الزيرو والوان وده اللي بنسميه لغة الآلة. طيب احنا خلاص كتبنا كود بايثون، ازاي الكمبيوتر بقى بيفهم الكود ده؟ هنا بيجي دور حاجة اسمها الانتربريتر ببساطة هو برنامج بيشتغل مترجم بينك وبين الكمبيوتر. وظيفته ياخد الكود ويقرأه سطر سطر ويحوله لتعليمات يفهمها الكمبيوتر. يعني الكود بيتنفذ سطر سطر مش كله مرة واحدة. وركز معايا عشان في لغات تانية بنستخدم فيها طريقة تانية. الميزة هنا إن بيكون في سهولة في التجربة وسهولة في اكتشاف الأخطاء. في لغات تانية اسمها compiled language زي السي والسي بلس بلس والجافا، ودي لغات بيتحول فيها الكود كله مرة واحدة لملف تنفيذي، على عكس لغات الانتربريتر اللي اتكلمنا عنها من شوية زي بايثون، وده بيخليها أبطأ شوية في الأداء، لكن ده مش مؤثر في أغلب التطبيقات. أي برنامج في الدنيا مهما كان بسيط أو معقد بيمر على 3 مراحل. أول حاجة الانبوت وده المدخلات بتاع البرنامج، تاني حاجة البروسيسنج ودي العملية اللي هتحصل على المدخلات، تالت حاجة الاوتبوت ودي النتائج، وده اساس البرمجه كلها من اصغر نظام لاكبر نظام سوفت وير. في النهايه احب اقول لك ان فهمك للنقطه دي مهم جدا لانه هيخليك تفهم الاخطاء بدل ما تخاف منها وتعرف ازاي الكود ده بيشتغل، لان الاساس بتاع كل اللغات واحد لكن اللي بيختلف من لغه للغه طريقه كتابه الكود. في الحلقه اللي جايه ان شاء الله هنبدا اول خطوه عمليه وهنطبق اول برنامج بايثون ونفهم يعني ايه فاريبل وداتا تايب وحاجات غيرها ان شاء الله. اشوفكم في الحلقه اللي جايه.